والآن مع الشاعر عمر حماد هلال، فليتفضل. هواه يا وطنا يغادر ظله ليكون ظلا للذئاب المقبلة، يعرى فتلبسه الجياع عباءة ويلوكه صوت الحنين فتقتله. الحضور الكريم، أسعدتم صباحا. رسالة إلى أبي تمام. ما أراد أن يقوله طفل من غزة فقد عائلته قبل إصابته برصاصة غادرة. أواه يا قلقا يستامه القلق، وعمر طفل بغير الله لا يفر، مضمخ بدماء ليس يعرفها، مشتت بين من ضلوا ومن سبقوا، كفكرة بين كف الريح مسكنها، في ليلة من شتاء العمر تسترق، أو ريشة في تخوم البحر غافية لا تستريح وقد أهوى بها الغرق، أو نسمة في هدوء الفجر تحسبها روحا إلى الملأ الأعلى ستنبثق، أو شهقة بين رعد والدنا مطر، في ليلة منذ 1000 ما بها شفق، أو وردة خيط لون الفجر من دمها كأنها لاحتفال الموت تهتلق، أو دمعة في عيون ليس يعرفها إلا الذي أظلمت في وجهه الطرق، معذب بين بيت صار يسكنه عصف الرياح وفي أردانه غسق، تعود الموت حتى صار ديدنه، من هول محنته بالموت يختلط، الصبح في شرعه ماء سيشربه، أو لقمة في غياب الناس ترتزق، كالطير يحلم أن ينأى بموطنه، كأنه لبغاة الطير يستبق، يا ألف ليل على أسوار غربتنا، في موطن لم يزل تاريخه القلق، معذب بين كوني ميت أبدا وبين روح له يوما ستنعتق، في موطن غيل لون الفجر في دمه كغصة في حلوق ما بها رمق. شكرا.